السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الهبيل. حلقه النهارده هنتكلم او هنجاوب فيها على سؤال مهم جدا، وهو ليه حجم الاستثمار الكبير ده في الكره السعوديه. تعالوا بينا نجاوب على السؤال ده. السؤال اللي شاغل ناس كتير هو ليه حجم الاستثمارات السعوديه الكبيره دي في كره القدم. الموضوع كله بدأ لما الأمير عبد الله بن فيصل وزير الرياضة السعودي أعلن إن صندوق الاستثمار السعودي هيتملك 4 فرق، وهو نادي الهلال ونادي الاتحاد ونادي النصر ونادي أهلي جدة. طب إيه الهدف من القرار ده؟ كان الهدف من القرار ده إن الدوري السعودي يكون واحد من أفضل 10 دوريات على مستوى العالم في خلال ال10 السنين الجاية، وإن يكون لكل فريق من الفرق الأربعة اللي احنا اتكلمنا عنهم 3 نجوم عالميين على الأقل يضمهم في خلال الفترة اللي جاية. كلنا ومعروف طبعا ان الدوري السعودي ان هو بيسمح للأندية السعودية بان هي تضم 8 محترفين على الأقل في الموسم. وبيبدأ موسم الانتقالات الصيفية وبنلاقي ان الأندية السعودية بتنشط بشكل كبير جدا، وبيروحوا أقرب حاجة ليهم وهي أوروبا، ان هم يروحوا يعملوا فيها شوبينج من اللاعبين. ومش بس بيروحوا للاعيبه اللي خلصت كوره او عملوا كل اللي يقدروا عليه في عالم كره القدم، لا، الوضع مختلف تماما. يعني هو احنا قلنا ان هم هيروحوا للاعيبه اللي شطبت او اللاعيبه مثلا اللي خلاص تعبت من اوروبا وتطلع على الدوري السعودي تعمل لها قرشين وتستريح هناك شويه. لا، الموضوع مختلف تماما. كلنا كنا فاكرين ان هم هيروحوا يجيبوا اللاعيبه اللي اقتربت من الاعتزال بشكل كبير، اللاعيبه اللي هي حققت كل حاجه في عالم كره القدم، اللاعيبه اللي قدرت تفوز بالتشامبيونز ليج او كاس العالم، او اللاعيبه اللي قدرت ان هي تصنع اسم كبير في اوروبا او تبقى من اساطير اللعبه. لكن بنلاقيهم ان هم خدوا نهج مختلف تماما. بنلاقي لعيبه زي نجولو كانتي اللي عمره 32 سنه بيطلع على الدوري السعودي، بنلاقي لعيب زي اوتسون اودوي اللي عنده 22 سنه في كلام كبير جدا ان هو يروح الدوري السعودي. بنلاقي لعيب زي روبن نيفيز لاعب ولفرهامبتون الانجليزي والمنتخب البرتغالي اللي عنده تقريبا 25 سنه بيروح يلعب في الدوري السعودي، وهو في اوج عطائه او في مستوى النضج الكبير اللي عنده دوت، اللي لسه هو بينضج مع الفريق او بينضج في اوروبا بشكل كبير، وبنلاقيه ياخد بعضه بيروح على الدوري السعودي. وبنلاقي لعيبه زي كاليدو كولوبالي وزي ادوارد مندي بيسيبوا تشيلسي وبييجوا يلعبوا برضه في الدوري السعودي. والله اعلم مين الفتره اللي جايه او مين اليومين الجايين هيروح على الدوري السعودي. واذا كان في كلام الفتره الاخيره ان رياض محرز وساديو ماني دي البومبه الاخيره اللي هتبقى في نهايه ميركاتو الدوري السعودي على ما اعتقد، وهي ساديو ماني ان هو جاي له عرضين من السعوديه. عرض من نادي الاتفاق السعودي اللي بيدربه ستيفن جيرارد اللي ساب التدريب في اوروبا وجاي يدرب في الدوري السعودي برضو. حاجه غريبه جدا اللي بيحصل ده، مش طبيعي يا جماعه ان فرق في الدوري السعودي ان هي تجيب نجوم بالشكل ده، وحتى المدربين بيجيبوهم يدربوا ويمسكوا انديه في الدوري السعودي. يعني ستيفن جيرارد، وفي اشاعات طلعت من يومين على ان دياغو سيميوني في اغراءات كبيره جدا من الدوري السعودي، لكن محدش عارف لسه ايه اللي هيحصل او هو هيوافق ولا لا. وان كنت اعتقد ان سيميوني ما اعتقدش ان هو هيسيب اتلتيكو مدريد في الفتره دي، واعتقد ان هو هيكمل مشروع مع اتلتيكو مدريد، المشروع اللي بدأوا من سنين، واعتقد ان هم وصلوا لطريق ملل خلاص. بس ما اعتقدش ان دياغو سيميوني هيسيب التدريب في اوروبا وهيروح يدرب في الدوري السعودي. بجانب محاولاتهم الكبيره جدا في ان هم يجلبوا ليونيل ميسي الى نادي الهلال السعودي، لكن محاولاتهم بقت بالفشل بعد ما ليونيل ميسي خرج وقال انا هلعب في انتر ميامي، وراح الصفقه تمت لانتر ميامي، وكان هتبقى انتقال تاريخي ليهم في الدوري السعودي ان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو الاثنين يكونوا متواجدين على مستوى الدوري السعودي. لكن للاسف الصفقه فشلت واتحرمنا من متعه المنافسه بين كريستيانو وميسي في اواخر ايامهم مره تانية. لما تيجي تبص على الدوري السعودي في السنين اللي فاتت او خصوصا كمان يعني السيزون اللي فات، كان الدوري السعودي كان دوري قوي جدا، واحد من الدوريات القويه على مستوى المنافسه. كان بيبقى عندهم لاعيبه مميزه جدا من امريكا الجنوبيه، كانت لاعيبه قدرت ان هي تاخد الدوري السعودي لمكانه مختلفه تماما، وقدروا ان هم يوصلوا لدرجه عاليه جدا من المنافسه والقوه، وان هم يكونوا دوري قوي على مستوى المنطقه خصوصا المنطقه العربيه. لكن الموضوع اللي بيحصل دلوقتي او الانتقالات اللي بتحصل دلوقتي من النجوم العالميه من اوروبا
الدوري السعودي دي هتاخد الدوري السعودي في حتة تانية مختلفة تماما عن اللي كان فيها في السنين اللي فاتت. بالنسبة للانتقالات اللي اتحسمت في الدوري السعودي، بالنسبة للأهلي السعودي فهو قدر يحسم صفقة إدوارد مندي حارس مرمى تشيلسي وحارس مرمى منتخب السنغال الأساسي، وقدروا إن هم يجيبوا روبرتو فيرمينيو اللي جاي من ليفربول بالمجان. وكان في صفقة وقلنا عليها هي البومبا الأخيرة، ممكن تكون البومبا الأخيرة الموسم الميركاتو للدوري السعودي، وهو ساديو ماني. هل ساديو ماني هيروح أهل جدة؟ هل هيروح الاتفاق السعودي؟ ده اللي هنشوفه الأيام اللي جاية. أما بالنسبة للاتحاد السعودي فهو قدر إن هو يحسم صفقتين برضو مهمين جدا، وهو كريم بنزيما اللي جاي من نادي ريال مدريد ونجولو كانتي اللي جاي من نادي تشيلسي. في صفقة تالتة حسمها نادي الاتحاد وهو جوتا ده اللي جاي من سلتيك الاستوكلاندي. قدروا ان هم يحسموا الصفقة بشكل كبير، مهاجم ايسر قوي، والغريب ان هو صغير في السن وعنده 25 سنة، مهاجم برتغالي. لكن قدروا ان هم يحسموا الثلاث صفقات دول نادي الاتحاد، ولسه مش عارفين هل هيبقى في صفقات تانية لنادي الاتحاد ولا هيقفلوا على كده. اما بالنسبة لنادي الهلال السعودي فقدر ان هو يحسم صفقتين مهمين جدا. هي اول صفقة روبن نيفيز اللي جاي من فريق وولفرهامبتون، قدروا يحسموا صفقة ب55 مليون، ودي صفقة كلنا استغربناها لان اللعيب لسه صغير، اللعيب لسه عنده كتير يقدمه في اوروبا. والصفقة الثانية وهي كاليدو كوليبالي على مستوى الدفاع اللي جاي من نادي تشيلسي بالمجان. لو هتبص على السيزون اللي فات بالنسبة لنادي الهلال السعودي فهو كان عنده مشاكل على مستوى الدفاع ومشاكل على مستوى نص الملعب، فقدر ان هو يحسم المشاكل دي بالتعاقد مع روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي. اما بالنسبة لنادي النصر السعودي فهو قدر يحسم صفقة مهمة جدا على مستوى نص الملعب، كان عليها خناق وكان عليها جدل كتير، وهي مارسيلو بروزوفيتش اللي جاي من نادي الانتر بحوالي 18 مليون يورو. يعني الصفقة كان عليها كلام كتير على ان برشلونة عايزة مارسيلو بروزوفيتش وهو عايز يروح لبرشلونة، وبعد كده المشاكل بتاعت برشلونة طبعا ما قدروش ان هم يتمموا الصفقة، راح جاي اللعيب اخد بعضه وطلع على السعودية. الصفقة الثانية لنادي النصر السعودي اللي كان بيحاول يتمم التعاقد معاه وهو حكيم زياش، لغاية ما فاجئنا كلنا ان طلع مسؤول نادي النصر وقال لك ان هو غير لائق بدنيا او عنده مشاكل على مستوى الركبة. كده لو هنبص لنادي النصر هنلاقي ان هو بيضم في صفوفه لاعيبه مميزه جدا زي مارسيلو بروزوفيتش على مستوى نص الملعب، ولاعيبه مميزه جدا زي تالاسكا، وطبعا ما ننساش النجم الكبير البرتغالي كريستيانو رونالدو. وفي اخر كلامنا انصحكم ان انتوا تتفرجوا على الموسم اللي جاي من الدوري السعودي، لانه هيكون موسم قوي جدا على مستوى المنافسه. لو هتبص على ترتيب السيزون اللي فات والاتحاد السعودي قدر ان هو يحقق اللقب، والنصر السعودي احتل المركز الثاني، والهلال السعودي قدر ان هو يحتل المركز الثالث. مع عوده اهلي جده السعودي من دوري الدرجه الثانيه وصعوده للدوري الروشن السعودي، اعتقد ان المنافسه هتكون قويه جدا مع عدد النجوم اللي موجودين دلوقتي في الدوري السعودي والمدربين اللي عندهم خبره كبيره جدا اللي موجودين في الدوري السعودي. بالنسبه للفريق اللي انا هكون ميال ليه على مستوى الموسم القادم من الدوري السعودي فهو هيكون نادي النصر السعودي، وده عشان سبب مهم جدا طبعا وهو كريستيانو رونالدو. فاتمنى ان الكل يتابع الدوري السعودي الموسم اللي جاي، لانه هيكون دوري قوي جدا ودوري فيه تنافسيه عاليه جدا، وهيكون فيه نجوم كتير جدا على مستوى الدوري السعودي الموسم اللي جاي. بس ده كان كلامنا عن حجم الاستثمارات، او جاوبنا فيه عن السؤال اللي كل بيسأل عنه، وهو ليه الاستثمارات الجامده دي او الكبيره دي على مستوى الدوري السعودي. بس وبهنا تنتهي حلقتنا، ان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.